والسرور، صباح الهنا والفرح اللي جه عندنا. صباح الفضايح دي برضه حطيت لهم الميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا. وجزاكم الله عنا كل الخير. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب العالمين، ويهدي عيالنا وعيالكم ويجمعنا واياكم مع المتحبين في الله تحت ظل يوم لا ظل الا ظله. الفيديو النهارده بقى يعني بصوا القمح ما شاء الله اللهم بارك. سبحان من بيخلي الحاجه خضراء، برسيم اخضر اهو والقمح اصفر ولسه في قمح اخضر هناك اهو. سبحان الله ما نقدرش نقول غير كده. تعالوا نقول بسم الله نشوف الفيديو بدأ منين وانتهى فين. النور والسرور، صباح الهنا والفرح اللي جه عندنا. صباح الفضايح دي برضه حطيت لهم الميه ونحط لهم بقى اكل ونزق لهم جوه شويه. هما كده هيخلصوا. دول عادي بيجوا ياكلوا، دول بيخافوا وبقوا يخافوا جنبهم. فضايح يا اخواتي، فضايح فضايح. يلا بالكتير اسبوعين كمان، ممكن اسبوع 10 ايام كده. احنا عندنا البطايه اللي جوه المسكوفي هي اللي عايزين نشيلها الاول. المسكوفي عشان ما تبطش، لان احنا لما قسناها قلت ان هي فيها 3 قراريط، وطبعا 3 قراريط بالنسبه للمسكوفي ايه فضلها تكه. وبرده البطه الرصاصي التركي خلوا بالكم لما انا كانت بتبيض كانت هتبيض والمسكوفي اللي هي رقدت دي باضت، فقلت لكم ده قربت كانت برده 3 قراريط وخبطت يجي اسبوع تقريبا عبال ما باضت. انا كل يوم مستنياها النهارده بكره النهارده بكره، بس هي ما شاء الله اللهم بارك. هدخل اوريكم حجم البيضه بتاعتها دلوقتي. حجم بيضتها كبير، فبالتالي هي خدت وقت لان البيضه كبيره. فكل ما تكون البيضه كبيره بيكونوا ال3 قراريط كده ايه مريحين او يكاد يكونوا 4. فاهميني؟ لازم يكونوا راسين كده، راسين واحنا بنقيسها ما يكونوش 3 يا دوبك بالظبط كده، لا بيكونوا 3 راسين او داخلين في 4 كده او 3 ونص. تمام. ف بصوا 2 اصلا 2 معناها انها موسعه. شفتوا لما قسنا البطه التركي كان واحد دي بتبقى ضيقه خالص لسه قايمه من على رقادي، اما لسه شمرته ما بضتش اصلا. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم ويحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. تعالوا عايزين ندخل نطمن ونشوف اخبار الرومي بتاعنا ايه واخبار الدنيا جوه ايه. تعالوا نقول بسم الله وندخل نشوف الدنيا اخبارها ايه. البطه الرصاصي راقده هنا اهي، فمش هنقومها. دي اللي بقول لكم حجم البيضه بتاعتها كانت كبير فخدت وقت. يعني البطه اللي هناك دي بيضتها اصغر شويه. المسكوفي اللي هناك دي بيضتها اصغر شويه لان هي لسه شمرت. احط لهم شويه اكل. وسعي عشان احط لكم. وسعي كده اهو بس كده. اللهم بارك. دي هنفرز لها البيض بتاعها. الروميه قايمه النهارده. تعالوا كده نبص عليها. دول يبقى الحال على ما هو عليه. عايزه اقول لكم ان انا والدتي خلتها سالت لي عندها بيطري مأجر في البيت عندها، فقالت لي انا سالها قبل كده واسالك برضو تاني. قال لها الدوران ده ملوش علاج زي ما انا قايله لكم. الله المستعان. اما نشوف اخرتها معاكي. تعالوا نبص على البيض بتاعها. ممكن تكون اي جعانه. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحده مكسوره وهو البيض دافي شويه، يعني هي ممكن تكون لسه قايمه من عليه او تكون الفيران بتخوفها مش عارفه. تعالوا نعدهم كده. ادي 2 4 6 8 10 2 4 6 8 9 10
وادي كده 5 15 وادي 5 بقى كده 23 بيضة 23 بيضة. ماشي ادينا متابعين معايا. على العموم انا لما شفتها راقدة فقلت دول بشيل خير برضه، وهتابعها واقول لكم بكره. هتابعها واقول لكم بكره بامر الله. خير كله خير بامر الله، كله خير. بقى كده لغايه ما نشوف احنا هنعمل ايه. هشوف عايزين نفرز البيض بتاع الرومي ده. بما ان البطه بره ايه نشد كده هنطمن على بيض البط وبعدين نفرز لها البيض بتاع الرومي. هو بيض الرومي يعني البداية مبشر، وهي عايزة تدخل. بيض البط بصيت على واحدة كده او اتنين كده كده فرزينه قبل كده فتمام تمام. الله المستعان. اهي بتدخل هنا كام. فاضل بس الرومية ربنا يكملها معانا على خير يعني، وربنا يجي نفك صورتها وترجع ترقد تاني. والبطايه اللي هنا دي بقى عايزين نشيلها في اقرب فرصه. الله المستعان. طيب انا بصوا بسرح قدامهم كده، بقف قدامهم بسرح شويه. فانا لغايه دلوقتي ايه هكمل سرحان مع نفسي. بس تعالوا نبص على الحاجات اللي بره. بصوا الحمام نزل كله جوه اهو. ودول بيحكوا بيتناحوا مع بعض. ايوه بصوا البطه السمراء دي بتضرب البطه البيضه، فالذكر بيحاول يتفاهم بينهم، فهي عماله البيضه تقول له هي اللي ضربتني الاول، هي اللي عماله ترخم عليا. بس البيضه اللي هي ناحيتي دي اللي انا هذبحها دي مفتريه شويه. فانا بحكي لكم اللي حصل يعني. المهم تعالوا بقى نشوف البط من بره، ودول لما نشوف اخرتهم معانا يعني. بصوا كلوا شويه الاكل اللي هنا، فاضل حبه ذره اهم كده، هم خلاص شبعوا، فانا مش هحط لهم اكل تاني، واشوفهم بقى في وجبه العصر. وبالنسبه لكم انتوا اشوفكم بكره في فيديو، بكره ان شاء الله فيديو جديد. ولو انتوا حابين حاجه تسالوا عن حاجه او تستفسروا عن حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا برد على كل الكومنتات. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا حالكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك.